احنا معاكم النهارده اعزائي المشاهدين من داخل مكتبة مصر الجديدة. ومكتبة مصر الجديدة من اجمل الاماكن اللي انتم ممكن تقعدوا فيها تقروا وتعرفوا الثقافة والتاريخ الخاصة بالبلد، ثقافة عامة، كل انواع العلوم والثقافة زي ما احنا بندعو دايما من خلال برنامجنا القراية. القراية يا جماعة هي اهم حاجة في الدنيا، وهي اللي هتوصلكم للمعرفة الحقيقية، مش بالكلام، مش بالحواديت، مش بالحكايات، ولكن بالقراية، والقراية لمختلف في مختلف المجالات ولمختلف المصادر. طبعا واحنا معاكم داخل مكتبة مصر الجديدة بنفكركم ان في كل المكتبات العامة بيبقى فيه قسم خاص جدا بالحاجات التاريخية، بالمؤلفات التاريخية، بالمراجع، الحاجات التراثية، الحاجات اللي فيها صور نادرة، كل ده موجود داخل المكتبات العامة. القرايه طبعا بالمجان، الاشتراكات زهيده جدا او رمزيه. فعشان كده بنقول لكم دي دعوه مفتوحه ليكم، خصوصا ان احنا على مشارف خلاص بقى اجازات الصيف. الطلبه والباحثين والمثقفين وحتى الاطفال اهتموا بان انتوا تعودوا الاطفال من وهم صغيرين بالقرايه، هيكبروا يكونوا شغوفين جدا بيها. والمراجع والكتب التاريخيه اللي بتأرخ لتاريخ مصر ككل بصفه عامه مش هتلاقوها على الفيس كده، او مش هتلاقوها على النت تقدروا تقروا منها، لا، لازم الكتاب الورقي التقليدي الجميل هو اللي هيكون ليكم مصدر المعلومات الاول لمعرفه تاريخكم الجميل اللي مليان 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 حواديت، ومليان قصص، ومليان دروس قيمه جدا كلها عبر مش هتعرفوها، ومش هتعرفوا هذه الخبرات القيمه جدا الا من خلال تاريخ مصر. احنا هنا في مكتبة مصر الجديدة عندنا مجموعة كبيرة من العناوين والكتب. فالمكتبة بتضم حوالي 50,000 عنوان في جميع فروع المعرفة البشرية. ومن أهم الأقسام عندنا قسم التاريخ اللي بيضم مجموعة كبيرة من كتب التراث والتاريخ القديم والمعاصر. عندنا مجموعة كبيرة حوالي 3000 موسوعة في التاريخ العربي والتاريخ الفرعوني بتضمها مكتبة مصر الجديدة، زي موسوعة سليم حسن وزي كتب الطبري. مكتبة مصر الجديدة كمان بتقدم مجموعة كبيرة من الأنشطة لروادها في جميع الأعمار، زي ورش تعليم الرسم والموسيقى والأشغال الفنية والخزف والنحت والرسم على الإزاز، زي ورش المسرح، الكتابة المسرحية والتمثيل والإخراج. احنا كمان عندنا هنا مسرح بنقدر نعمل عليه العروض الفنية الخاصة واللي بتقوم على المشتركين من المكتبة. كمان عندنا مركز للغات والكمبيوتر بنقدم فيه دورات تأهيلية لجميع فئات المجتمع وأعمارهم المختلفة. احنا معاكم اعزائي المشاهدين النهارده من داخل مكتبه مصر الجديده، وبالتحديد من الجزء الخاص بالكتب التاريخيه، وهنتكلم عن كتاب ظريف جدا وممتع جدا، مش بيأرخ بس لمصر لفتره تاريخيه معينه، ولكن هو فيه من القصص والعجائب والاخبار والحواديت، وممكن تكون الاساطير كمان اللي بتخليه كتاب ممتع للقارئ، ممكن هو يستمتع بيه اكتر من ان هو يوصل من خلاله لحقائق تاريخيه معينه. الكتاب اسمه فضائل مصر واخبارها وخواصها لابن زولاق. وابن زولاق هو مؤرخ مصري اتولد تقريبا سنة 307 هجريا. هو كان جده من كبار مشاهير العلماء، وكان من ضمن اساتذته في مجال التاريخ عمر الكندي، اللي هو برضو كان معروف في مصر ان هو له منهج معين في التاريخ. لكن ابن زولاق مختلف شويه، والكتاب ده بالتحديد لان زي ما قلنا هو ما كانش بيتبع منهج علمي محدد في هذا الكتاب، او بيتكلم بشكل تاريخي علمي مظبوط ومحدد في هذا الكتاب. هو اللي يقرا الكتاب هيلاقي او هيلاحظ حاجه غريبه جدا، ان هو واحد مصري بيحب مصر جدا. الكتاب عباره عن تبدع في مصر،
بيتكلم عن محاسنها اللي مش موجودة في حتة، بيتكلم عنها إن هي من الأراضي القليلة جدا اللي اتكلم عنها القرآن واللي اتكلم عنها الرسل واللي دعا عليها الأنبياء، واللي فيها بركة في ميتها وفي أرضها وفي شعبها وفي طيرها وزرعها. يعني هنلاقي إن هو ساعات بيستعين شوية ببعض الأحاديث وبعض الحقائق اللي موجودة في التاريخ اللي مرتبطة ببعض الحقائق الدينية أو وجود أنبياء أو دعاء الأنبياء ليها، وبعد كده بينتقل لحتة أسطورية شوية، إن هو بيحكي بقى عن بعض الحاجات اللي موجودة في التاريخ القديم اللي ممكن تكون فيها أساطير اللي بتتكلم فيها عن بدائع وروائع موجودة في مصر مش موجودة في حتة تانية. ومن الأماكن العجيبة اللي بيتكلم عنها ابن زولاق بحب وشغف يكاد يكون مش موجودين في الحقيقة فعلا، هي منطقة المقطم. منطقة المقطم زي ما احنا عارفين كلنا ان هي بالنسبة لنا هضبة صحراوية جافة متسببة في الأتربة اللي بتحيط بالقاهرة، ولكن ابن زولاق بيتكلم عنها بشكل تاني خالص. جايب حاجات كتير من الأثر أو من التاريخ أو من الحواديت اللي ممكن تكون ملهاش يعني دليل في التاريخ الحقيقي، ممكن تكون أشبه بالخرافة أو بالحواديت أو بالأساطير، ولكن هو شايف ان هي من الحاجات الجميلة جدا اللي بتتكلم عن جبل المقطم، ان هو يعني من الاماكن المباركه في الدنيا كلها. قصص وحواديت، وهو بقى بيتكلم عن الدلائل والقرائن اللي هو شايفها ممكن تكون حقيقيه ممكن تكون واقعيه عن هذا المكان. ده موجود في الكتاب، اللي عايز يعرف هذه الاسرار يحاول ان هو يجيب الكتاب ويقراه، وده زي ما قلنا هو موجود في كل الاقسام التاريخيه في مكتبات مصر العامه. ابن زولاق خلط في دراسته دراساته اللي قدمها في كتابه، خلط ما بين المنهج العلمي اللي فيه الحقائق العلمية الواضحة والصريحة والمثبتة، وما بين الحواديت التراثية اللي كان بيسمع أو كان بيتناقلها عبر دراساته التاريخية زي ما قلنا على ايد كبار العلماء اللي كانوا موجودين في مصر في هذه الفترة. فكان بيجمع مثلا زي ما قلنا ما بين الأحاديث النبوية على بعض آيات القرآن، على بعض الذكر الخاص بالأولياء والصالحين، أي حاجة كانت بتتكلم عن مصر وفضائلها كان بيذكرها في هذا الكتاب. غير كده إن هو برضو كان بيذكر كل واحد زار مصر من الصالحين أو من الأولياء أو من الخلفاء أو من حتى الشعراء أو الكبراء، كل واحد زار مصر وقال عليها حاجة أو قال عليها كلمة، كان بيجمع هذا الكلام وبيقدمه في هذا الكتاب إن هو كنوع من ذكر لفضائل مصر في هذه الفترة. لكن ده ما منعش ان هو قدم طبعا دراسه تفصيليه حقيقيه، ان هو اتكلم عن مصر فعلا في هذه الفتره كانت عامله ازاي، واتكلم عن مصر بقى برضو من منظور ان هي صاحبه الفضل في كذا او ان هي متميزه في كذا. فكان لو اتكلم على المأكل او المشرب او ما يلبس من ثياب او ما يصنع داخل المصانع من ملابس او جلود او ما تطرحه الارض من نباتات وزراعات ومحاصيل، كلها حاجات في مصر مفضلة في مصر مش موجودة في حتة تانية أو في مكان تاني غير مصر، أو إن مصر هي أفضل وأحسن أرض تنتج هذه السلع اللي بيتكلم عليها أو هذه الصناعة اللي بيتكلم عليها. يعني تقريبا طاف مصر كلها أو الريف المصري كله، وكان بيتكلم على كل محافظة أو على كل منطقة هي مميزة في إيه، زي ما قلنا سواء إذا كان في بعض الصناعات أو إذا كان في الزراعة أو كان كمان بيتكلم عن تربية الخيول في مصر، إن في أماكن معينة هي معروفة ومشهورة بتربية نوع معين من الخيول، اللي كان بعض الخلفاء بيجوا مصر بالتحديد في هذا المكان عشان يشوفوا الخيل العربي المصري اللي مخلوط بخيول مصر واللي متدربة في مصر واللي متربية في مصر، اللي أصبح ليها ميزة معينة. اللي بيحب الخيل واللي بيفهم في الخيل يعرف إن هي مش موجودة إلا في مصر. واحنا بنتكلم عن
فضائل مصر واخبارها لابن زولاق. في باب جميل جدا نحب ان احنا نتكلم فيه، اللي بيجمع فيه من الاحاديث والاقاويل والقصص اللي بتثبت ان مصر كانت متميزه في العديد من المجالات. فصل بيتكلم ما تختص به مصر دون غيرها من الملبوس والمركوب والمأكول والمشروب. والمركوب طبعا اللي هو مقصود به الحيوانات اللي كانت بتركب في هذه الفتره، الخيل والبغال والحمير، لان هي كانت من اكتر، مصر كانت من اكتر البلاد في هذه الفتره اللي عندها كم كبير جدا من الخيل والبغال والحمير. بيتكلم في الفصل ده ان مصر متميزه في الملبوس، والملبوس هو ما يلبس. وكان بيتكلم ان في محافظات كتيره جدا في مصر كانت بتصنع انواع من الملابس او من الاقمشه ما كانتش موجوده في حته تانية، وان كانت هذه المدن هي لوحدها على سائر الدول العربيه اللي كانت معروفه في هذه الفتره، او الدول الاسلاميه المعروفه في هذه الفتره هي اللي كانت بتصنع هذا النوع فقط من الاقمشه. واختص بعض المحافظات كده اللي اتكلم عنها، قال زي تانيس، بلد اسمها تانيس موجوده، وبلد وقال دمياط، قال ان البلدين دول كانوا مختصين بصنع نوع معين من الاقمشه اللي كان بيقول عليها ان هي كان فيها قصب، والقصب المقصود بيه اللي هي الخيوط اللي بتلمع، يعني تبقى متقلمه بشكل طولي كده، حتى كانوا ساعات بيسموها القلموني، حاجات متقلمه بشكل طولي فيها الخيوط اللي بتلمع. وكان بيتكلم على ان النقش على الاقمشه والرسومات كانت من اغرب ومن اجمل ما يمكن، وما حدش يقدر يلاقيها بهذا الشكل الا في مصر فقط. كمان كان بيتكلم على ان كان في مناشف معروفة موجودة في مصر، المناشف اللي هي زي اللي احنا نعرفها دلوقتي، ويمكن من إنتاج المحلة بشكل خاص الفوط والأقمشة القطنية. وعلى فكرة مصر كانت مش مشهورة بس بالقطن، لكن كمان هي كانت معروفة من أيام الفراعنة بشكل أكبر بالكتان. الكتان هو كان المنتج الأول لدى المصريين القدماء، وهو كان ملك الأقمشة في هذه الفترة. برضو من الحاجات اللي بيتكلم عنها بشكل جميل جدا في الأقمشة الصعيد. قال إن الصعيد كانت بتنتج نوع من أنواع الأصواف اللي ما كانش موجود في أي حتة في العالم، وبرضو له رسومات محددة وله سمك محدد، ونوع الصوف نفسه كان متميز لدرجة إن كان في العديد من الخلفاء أو الملوك في هذه الفترة، وذكر بالتحديد معاوية، إن معاوية ابن أبو سفيان في هذه الفترة كان لما بيجي بيحل عليه الشتاء ما كانش بيدفيه أي نوع صوف موجود في العالم إلا الصوف المصري. برضو قال برضو إن الصعيد كانت مشهورة بأن هي بتنتج نوع من الأقمشة خاص بالفرش، أو خاص بأن هو يكون نوع تجميلي زي المفارش اللي بيستخدم للزينة أو ما إلى ذلك يعني. بننتقل بقى لنقطة تانية برضو اتكلم عنها بشكل جميل جدا زي ما قلنا، الخيل. وكان بيتكلم عن قصة هو سردها في هذه الفترة، ان الخيل المصري كان رفيع، كان حجمه يعني كان طويل ولكن كان رفيع، وسيقانه كانت رفيعة. وكان بيقول ان الملك ابن الوليد بن عبد الملك تاني، وكان بيقول ان الوليد ابن عبد الملك كان مولع جدا بالخيول، وكان بيطلب من كل الدول التابعه للخلافه الخاصه به، كان بيطلب ان هم يبعتوا له افضل الخيل اللي موجوده عندهم في كل بلد. فاتبعت له طبعا من ضمن يعني هذه الخيول الخيل المصري. فكان قاعد هو وعمر بن عبد العزيز، وكان في الفتره دهيت الخيل المصري هو شافه وقعد يفتش فيه، فلقى اطرافها رفيعه قوي، فقال الخيل المصري ده اطرافه رفيعه وممكن معناها كده ان هو عصبه يكون ضعيف. فرد عليه في الكتاب زي ما هو مذكور، عمر بن عبد العزيز كان موجود، وقال له انت بتتكلم على الخيل المصري، والله ما هتلاقي احسن خيل بيقدر ان هو يجري ويكون عنده قوه وعنده صوالات وجولات الا الخيل المصري اللي انت شايفه وبتقول عليه رفيع. هتلاقي ان عصبه من اقوى الاعصاب اللي ممكن تتحمل الركوب، والخيل المصري هو الوحيد اللي هو ممكن لفظ كده اتقال ان هو الوحيد اللي ممكن يركبه اتنين.
يعني لفظ قال يردف عليه، هو الخيل الوحيد الذي يردف عليه. والكتاب بيفسرها ان هو كان الحصان الوحيد اللي ممكن يركب عليه اتنين او متدرب على ان هو يتركب عليه اتنين، هو الخيل المصري.